اي حد فينا ممكن يبقى حاسس ان هو يا دكتور انا عظمي مكسر، او يشتكي لحد جاره انا بحس ان عظمي مكسر، عظمي وجعني. فايا كان بقى، واحد صاحبه واحد جاره يقول له ممكن يبقى عندك نقص كالسيوم، روح اعمل تحليل كالسيوم في الدم وشوف الكالسيوم يطلع عامل ازاي. فيروح يعمل تحليل كالسيوم في الدم، فيفاجئ ان الكالسيوم ممكن يكون عالي في الدم. فيقول له يا عم ما انت كويس اهو. لا، انت كده مش كويس. ليه بقى؟ الكالسيوم لو عالي في الدم وحاسس بوجع في العظم، لازم نعمل الباراثايرويد هرمون او الغده جار الدرقيه. الغده جار الدرقيه دي غده صغننه كده جنب الغده الدرقيه اللي موجوده في الرقبه. لما الهرمون بتاعها بيعلى، ده معناها ان فيتامين د عندي واصل لمرحله قليل جدا. يعني في علاقه طرديه عكسيه بينها وبين فيتامين د. فيتامين د طبعا عارفين انه مهم جدا لامتصاص الكالسيوم. معنى ان الغده ان الهرمون بتاعها يبقى عالي، معناه ان فيتامين د عند سعادتك قليل جدا، ولو عملته تلاقيه قليل. الهرمون ده لما بيعلى بيبدا يحفز خلايا جوه العظم اسمها الاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست دي كل دور انها تكسر في العظم وتطلع الكالسيوم، تطلعه في الدم، فيبدا الكالسيوم يطلع في الدم، يبقى عندك زياده في الكالسيوم في الدم وعندك وجع في العظم. ولو كملنا كده من غير ما نعالج الموضوع ده ممكن ندخل في هشاشه عظام. اول ما اخد فيتامين د اللي هو الطبيعي مع جرعه الكالسيوم الطبيعيه معاه، هيبدا بعد كده الهرمون ده ينزل ويبدا يحفز خلايا اسمها الاوستيوبلاست اللي هي بتبني نسيج العظم وتحافظ عليه، ويبدا وجع العظم اللي انت حاسه ده يروح. طيب اعمل ايه عشان اطمن؟ يبقى تروح تعمل كالسيوم في الدم، وتعمل الباراثايرويد هرمون او الغده جار الدرقيه الهرمون بتاعها، او تعمل فيتامين د عشان تطمن ان مفيش مشكله في ده. ويبقى دايما في اكلك مدخلين الكالسيوم معايا، والفيتامين د طبعا لازم نتابعه كل فتره. هتقول لي الكالسيوم زي ايه في الاكل يا دكتور؟ هقول لك منتجات الالبان طبعا، بس مش هعرف اخد كل يوم كوبايتين لبن ولا كوبايتين زبادي وبيضه وما اعرفش ايه، والاسعار بقت عاليه دلوقتي. اسهل حاجه ممكن نعملها السمسم. السمسم من الحاجات اللي محتواها في الكالسيوم عالي جدا. ممكن ناخدهم معلقتين سمسم كل يوم نحطها على كوبايه الزبادي، يبقى انا كده خدت او حافظت على مستوى اللي محتاجه كل يوم في الكالسيوم.